عرفوا الدور او القيمه ديال العيد الكبير اللي هو كتكون فيه الاضحيه واللي هي سنه. حتى هذه الفرصه هذه الحكومه مره اخرى غير موفقه في التدخلات ديالها، ولا تتواصل وتخلي الناس يبيعوا ويشريوا فينا ويقولوا بانه شو الكلام اللي كيخرج وها الكلام اللي كيتوصل به المواطن وها الحقد كي تيخلق. تيقولوا الحولي غادي يشرى من صبانيه ب 500 ب 1000 درهم او 1100 درهم، والدوله حكومه غتدعم هذاك المستثمر، هذاك المستورد، هذاك الفلاح الكبير، ماشي الفلاح الصغير، هذاك رجل الاعمال او المراه السيدات الاعمال اللي غادي تجيب هاد الخرفان هادو ب 1100 درهم غتدعمهم وتعطيهم 500 او 600 درهم ديال الدعم، وكتقول لهم هادشي اللي كيتقال اذا الحولي غادي يتقام عليه بشحال ملي كتعطيه الدوله الدعم يتقام عليه ب 500 او 600 درهم، وبشحال غادي يبيعوا للمواطن المغربي غيبيعوا ب 1000 و 2500 درهم او 3000 درهم. اش بغيتي المواطن يفكر، كيفاش بغيتي يحس؟ واش عيب الله حنا تنقول لكم تواصلوا وتكلموا مع المواطنين ونشرحوا لهم، وانتم كتخليوا الناس والسماسريه يبيعوا ويشريوا فينا بهذا الكلام وتخليهم يوصلوا اللي بغاو، وتخليوا الحقد يخلق وتخليوا الكراهيه تخلق وتخليوا الثقه تنعدم وتخليوا الصلح اللي ممكن يكون ما بين السياسيين وما بين يعني باش ما نعمم السياسيين الحكومه وما بين المواطنين. الامكانيه ديال الصلح كتخليوها يرجع احتمال مستبعد كثير. اذا مره اخرى فرصه ومازال الوقت عند الحكومه باش تخرج تواصل وتقول ها شنو كاين الخرفان، شحال غنستورد وبشحال غنستورد وشكون اللي غيستورد. ما تقدروش تخدموا بهذه الشفافيه، ما تقدروش تعطونا قائمه هاد الناس اللي غيستوردوا، ها شحال العدد اللي غنستوردوا، ها بشحال شريناه، ها بشحال الصفقات دارت، ها شحال الدعم اللي غتعطي الدوله، ها بشحال غادي يتباع في السوق، وهذا الثمن ما غاديش يتدخل ما يخضعش للحريه ديال الاثمان، لا حيت الدوله مدخله في الدعم ديالو وبان هذا ظرف استثنائي. اذا انت خص تدخل استثنائي مره اخرى ونقول بان الحولي غادي يكون بقده وقده، يلا حتى الناس يعرفوا راسهم صافي الحولي موجود، ها بشحال غادي يشريه، واش داخل في القدره ديالي الميزانيه ديالي ولا ما قادرش، ولا عاوتاني تخليو السوق دير ما بغات. هذا راه ماشي بيع تجاره، هذه ماشي تجاره، هذا طقس من الطقوس ديالنا الدينيه، وكنعيشوا خطره واحده في السنه. تيخص الحكومه تدخل وتضبط هذا الشيء مزيان باش تطمئن المواطن وتقول له الحولي ديالك بشحال تشريه وشحال غيكون فيه من كيلو. ما تخليهمش يديروا فينا ما بغاو. اذا كاين توضيح ديال الفيدراليه دكتور كيتكلموا على الثمن. الفيدراليه المستوردين، لا انا كنذكر اللي عطاو توضيحات حول الثمن ديال الكيلو مثلا. عاد ترجع في ديك الكلام تقول لك انا نتبع الحكومه وشنو غدير الحكومه والدعم ديال الحكومه والمساعده الحكومه والصفقه الحكومه. الحكومه قالت 500 درهم للراس. ما كاينش مازال، خاصنا مؤسسه رسميه اللي تخرج تتكلم بوضوح، ماشي ملي تكون محاوله وضع السؤال يجي المسؤول يبقى تيدور على الجواب. علاش؟ اخدموا لنا في الشفافيه، عطيونا في الشفافيه، خلي الناس ما تخليوش الناس يبقاو يقولوا. قول له شنو كاين، شنو غتخسروا. راه الا كانت عندكم شي حاجه اللي يمكن تاخذوا نفسكم عليها. اذا ما تكررش نفس العمليه ديال البقر البرازيلي اللي قلتوا غادي يهبط الثمن وما هبطش الثمن، ما تغيرش الثمن بشي حاجه اللي هي مهمه واللي نقولوا فعلا العمليه كانت عندها فوائد. ولا كنا احنا غالطين كانت الحكومه تخرج وتقول انتم كتنتقدونا وتقولوا البقر البرازيلي، حنا جبنا البقر البرازيلي، ها بشحال جبناه وها بشحال اللحم ديالنا كان تيتباع وها بشحال رجع كيتباع ملي جبنا البقر. يلا ولكن تكون عندكم مصادر حقيقيه ديال الواقع، ماشي المصادر اللي كتقول له واحد تيقول له اللحم كيدير 110 درهم ويقول انا شريته من السوق الفلاني ب 75 درهم. لا ماشي ديال المصادر. الله يجازيكم بخير. خصنا نتكلموا، نكون عندنا واحد البحث ميداني ونتقصاو ونشوفوا الاسواق في مختلف المناطق ديال المغرب ونقولوا ها في المستوى المتوسطي ها شحال، في المتوسط ها شحال الثمن كان ديال اللحم. اذا حتى من بعد ما استورتوا وانتهينا من العمليه عطيونا معلومات حتى بعديه ما كاين حتى مشكل، عطيونا حتى بعديه ما كاين حتى مشكل. ولكن اليوم كنطلبوا منكم بالنسبه للاضحيه ديال العيد عطيونا شي شويه ديال التواصل، عطيونا خبرونا اشنو غادي ديروا. راه من حق المواطن يعرف. أليس الدستور الذي أقر بحق الولوج إلى المعلومة؟ أليست هذه معلومة مهمة؟
ومؤسف جدا اننا نكيفها بالمعلومه المهمه. لو لم تكن هناك طقوس دينيه وسنه ما كنتش نكيفها بالمهمه، ولكن هي مهمه من هذا الجانب الديني، وهي مهمه في الواقع لان الناس كياكلوا مزيان في ديك الفتره. اذا ما تستاهلش اننا في هذه الظروف هذه تخرجوا تواصلوا معنا مره واحده في العام غادي نديروا هاد الشعائر ديالنا. يعني توكلوا على الله وخرجوا شرحوا لنا الله يجازيكم بخير، وما تخليوش الناس يبيعوا يشريوا فينا. راه قلت للناس اللي مسؤولين في الحكومه راه اليوم ما بقاش التواصل ديال الحكومه يدار في المكاتب، والامناء العامين ديال الاحزاب يبقاو يهضروا في المؤتمرات ديالهم وبيناتهم يصفقوا على بعضياتهم. راه خصهم يلجيو للرقمي. راه كلشي رجع الناس كيشوفوا الرقمي. عيب الله كتكون غادي كتلقى واحد حارس في عماره شد الهاتف ديالو الذكي وجالس كيشوف شنو واقع وكيشوف الفيديوهات وكيعرف شنو تقال. وشكون اللي كيلقى غير هذوك اللي كيضربوا في المصلحه ديال بلادنا واللي كينتقدوا بلادنا واللي ما كيبغيوش الخير لبلادنا، وكنبقاو نشحنوهم بما هو سلبي. خرجوا هضروا عباد الله. حتى نتوما الحكومه خرجوا دخلوا الناس اللي في الرقمنه تيشتغلوا وخلي لكم ديروا كبسولات. شنو غادي نديروا في العيد؟ ما كنعرفش والله، ما تنفهم. واش كنطلب شي حاجه صعيبه؟ واش الناس كيطلبوا شي حاجه صعيبه؟ هادشي بسيط. دكتور، كان تدخل ديال الناطق الرسمي باسم الحكومه لانه كان ضيف عندنا في راديو اصوات يوم الجمعه، لكن ما تعطاش الثمن. ربط الثمن بالوفره. الا كانت الوفره غادي يكون الثمن في المتناول. هادشي اللي ما بغيناش، هو ان يعطي القاعده، يخلي القواعد ديال البيع والشراء والعرض والطلب هو اللي يحكم. لا، هذا ظرف استثنائي. خصو الضوبطه، خصو نضبطوه باش تدوز هاد الشعيره بخير وعلى خير. ياك ما غلطش. هذا المفرد ديال الشعائر، شعائر دينيه. نعم. شعيره. نعم. تحملي المسؤوليه. بقيت تقولي نعم وانت متحفظه. ماشي المشاعر. لا ماشي الشعائر. لا مفرد. شعيره. جاوبي على السؤال. شعيره. نعم، الشعيره دينيه. شعير مفرد. نعم مفرد. يعني يكون هناك تواصل ويشرحوا للناس، ويدخل هذاك الحارس اللي في العماره وهذاك الفلاح البسيط وهذاك المياوم يقول والله الا كنت هز الدبيله للعيد عرفتي قلت غادي يديروا فينا داك السوق ما بغاو والبيع وداك الشيء والغلاد العلف وهذا. الله قال لك سيدي هذاك السيد الحكومه هضر وقال سيدي بانه الحولي غادي نشريو ب 2000 درهم. الله، شحال قلتي يا جماعه؟ انا عندي 20000 ريال. ايوا صافي 20000 ريال، مازالنا واحد الشهر وشي حاجه. ولكن الناطق الرسمي قال بان هذه ما عندهاش ماشي قانون، ماشي حاجه اللي هي مقننه، تخضع للعرض والطلب. خاص تدخل، خاص تضبط. راه قلت لك خاص الضوبط. راه قلت لي هذا السؤال قبيله فوزي. راه ما يمكنش نتعاملوا مع ظرف استثنائي بطريقه عاديه. هناك ظرف استثنائي، هناك غلاء ديال المعيشه، هناك تضخم، هناك حساسيه، هناك بطاله، هناك ضعف ديال القدره الشرائيه. واش انا الامور هادشي كله عندي عادي باش انا نخلي العيد ديال هذا العام تا هو يدوز عادي؟ واش ولا غير غادي نزيدوا كنشحنوا في عباد الله وغير كيزيدوا يعمروا علينا وغير كيزيدوا ينتقدونا ويخليونا فريسه ديال الناس اللي كيبغيو يمسوا لنا بلادنا؟ حنا خصنا نكونوا متضامنين بعضياتنا. اذا لاش غادي يخرج؟ علاش ما يخرجش دابا ويقول لهم هذوك العديان انا غادي نوريكم المواطنين المغاربه والله يكثر خيركم شنو كاين وشنو كاين صافي. ويجي هذاك السيد اللي عنده ذاك الميزانيه ديال 1000 درهم 2000 درهم يعرف راسو غادي يشري حولي وغادي يفرح وغادي ندوزوا العيد ونفرحوا وندوزوا ونتحملوا كلنا مسؤوليتنا ونجي عاوتاني الفرصه عاود يبقاو يسبوا، عاود يبقاو يقذفوا، عاود يبقاو يقولوا داروا لنا وفعلوا لنا والله ياخذ فيهم الحق والله يدير والله يفعل والله يترك. واش الحكومه ما كتعيش بهذا الكلام السلبي؟ وانا في واحد الوقت كنبقى نتسائل على الشرعيه كاع ديال هذه الحكومه. كنبقى نتسائل كاع واش دابا ملي كدير جس النبض في المجتمع المغربي عند الناس في الشارع ما كتلقاش شي واحد اللي تيقول لك خير. علاش؟ اذا الحكومه خصها تغير التعامل ديالها، على الاقل تمتص هذا الغضب هذا وتشرح للناس راه ما كاينش احسن من التواصل، ولكن شريطه ان يكون التواصل صادقا. حيت في التجربات الفايته ملي كيخرجوا يتواصلوا كيشددوا وكيزيدوا الامر تفاقم.